السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير ومرحبا بكم في قناتي كويزين راف. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم وصفه كفكره عشاء سهله وبمكونات موجوده في كل بيت. هذه الوصفه مستحيل ما تجربوهاش، وصفه بزاف بنينه وهايله، هذا ما نقدر نقول عليها. زياده على انها سهله في التحضير، بسيطه اقتصاديه، كامل نقدر نحضروها. يعني واش راح نقول لكم بنا على بنا بلا ما نطول عليكم لا فيديو، ونقول لكم على المقادير وطريقه التحضير. لكن ما تنسوش ديروا لي جيم لا فيديو وتشاركوا مع اصحابكم هكا باش تشجعوني ندير لكم وصفات جديده ومشاهده ممتعه. بسم الله على بركه الله. نبداو نجيبوا 3 حبات بطاطا حجم متوسط الى صغير، كنت قشرتهم وقطعتهم مكعبات بهذا الحجم، وزدت لهم الملح وقليتهم، وزدت عليهم الشابلر المنزلي. جبت بقايا تاع خبز يكون يابس مليح ورحيتها في الميكسر، تحصلت على الشابلر. اذا كما قلت لكم حطيت الخبز مع البطاطا، زدت عليهم المعدنوس، راكم تشوفوا. بعد ما خلطت الشابلر مع البطاطا راح نضيف التوابل اللي هما عبارة على فلفل، كركم، ملح، شوية من راس الحانوت أو فلفل كحل اللي متوفر عندكم استعملوه. هنا كنت قطعت نص حبة تاع بصل صغيرة، زدت عليها 2 حبات تاع توم، سكرفشتهم. الثوم والبصل في هذه الوصفة يمدوا واحد البنة بزاف هايلة للخليط تاعنا. إذا ما تحبش البصل يقدر يستغنى عليه، بيان سور لكم الاختيار. والان نزيدوا للخليط 6 حبات بيض، يعني انا في الاول درت غير 5 حبات، بصح من بعد بان لي الخليط مازال ناشف شوي، زدت حبات تاع البيض. ومن بعد ضفت 4 حبات تاع الجبن المثلثات العادي، كنت قصيته لمكعبات يكونوا صغار، يمد واحد البنه هايله للخليط. من بعد كيذوب تقدروا تستعملوا الجبن المبشور عادي اللي متوفر عندكم في المنزل، وتقدروا تاني تزيدوا زيتون اذا كان متوفر عندكم في البيت. هنا لقيت عندي واحد شويه تاع الطون، زدتهم للخليط. اذا تحبوا تستغنوا عليه او تعوضوه بسكالوب او صدر الدجاج، كلش يبقى اختياري. اذا بعد ما كملت خلطت كل المكونات في هذه المرحله، راح نجيب المول اللي يدخل للفرن، دهنتها مليح بالمارغرين، واذا ما كانش عندكم المارغرين تقدروا تعوضوها بالزيت العادي، وحطيت فيه الحشو. بعد ما نكملوا راح ندخلوه مباشره للفرن ليكون مسخن مسبقا على 180 درجه، ومن بعد ندخلوه نشعلوا عليه من تحت يطيب مليح حتى يتحمر، ومن بعد نزيدو نشعلوا عليه من فوق يتحمر. ما ياخذلكمش الوقت بزاف في الطياب، مده 15 دقيقه كل واحد والفور تاعو. بعد ما خرجته من الفرن خليته يبرد شوي، ونتلاقاو في صحن التقديم. قلبت المول تاعي بعد ما عقبت السكين على كل الجوانب، وزينته من فوق بفرماج يكون دايب وشوي دجاج كنت قليتهم وليمون ومعدنوس، والتزيين يبقى اختياري. وكانت هذه النتيجه النهائيه للطبق اللي كنا حضرناه نهار اليوم. شوفوا الشكل نتاعه كيف يجي، راهي شهي. يعني واش راح نقول لكم بنا على بنا، لازم عليكم تجربوا هذه الوصفه. كما شفتوا وصفه سهله بسيطه، وصدقوني اذا حضرتوها يطلبوها عليكم كل يوم، ديروها لهم بمكونات كما شفتوا اقتصاديه. كفكره هكا تقدروا ديروها للعشاء ولا للغداء. نتمنى منكم تجربوا الوصفه وتخلوا لي رايكم في التعليقات.